مساء الخير عليكم عشاق وجماهير النادي المصري البورسعيدي في كل مكان. اهلا وسهلا بكم. في ناس بتسألني بتقول لي يا عم انت بتشجع مين؟ يعني بالله عليكم، بورسعيدي وبحلل مطوشة النادي المصري، هبقى ايه؟ هبقى بشجع ايه؟ انا ما بشجعش غير النادي المصري فرقة بلدي. انا ما عنديش انتماء لاي نادي غير بورسعيد، النادي المصري فرقة بلدي. لو كنت اتكلمت عن نادي ما او نادي ما عادي كتحليل عادي، انما كبورسعيدي منتمي للنادي المصري فرقة بلدي. انا في حياتي عمري ما هشجع اي فرقة تاني غير النادي المصري. انتمائي كده عشان الكل يبقى عارف ومحدش يقول لي انت بتشجع. لا، انا حتى على الصفحة استاد النادي المصري البورسعيدي، فانا بشجع النادي المصري. انتمائي للبلد دي. البورسعيدي ما بيشجعش غير فرقة بلده مهما كان، لو حتى هينزل درجة تانية. احنا كبورسعيدية منتمئين لفرقة بلدنا النادي المصري، ما بنشجعش اي فرقة تانية مهما كانت، وبنشجع النادي المصري حتى لو ما اخدش اي بطولة. فمش حد يزايد، انا بورسعيدي وبشجع النادي المصري، وانتمائنا للفانلة الخضراء. عمرنا كبورسعيدية ما بنغيرش انتمائنا، والفانلة الخضراء دي بتبقى في دمنا، لان بورسعيد والمصري كيان. النادي المصري ده كيان، استحالة حد يقدر بورسعيدي يشجع اي فرقة تانية. بورسعيد كلها بتشجع النادي المصري، ما بتشجعش فرقة معاه. انتمائنا للبلد العظيمة بورسعيد، والنادي المصري فرقة بلدنا من ايام ما كنا يعني عيال صغيرة وبنجري ورا فرقة النادي المصري دي في كل مكان. الله يرحمك يا حاج سيد متولي العظيم، ومرانا بمستر كامل ابو علي اللي السنة دي بإذن الله هيعمل طفرة كبيرة في النادي المصري. انا متوقع الراجل ده مستر كامل ابو علي بيشتغل صح، فاحنا عايزين نسيبه عشان هو بيشتغل صح، وهو قال اتعلم الدرس